متأخرة بقى على الغدا خالص النهاردة، ونزلت جبت فرخة بلدي كده ومكنتش عارفة اعمل بيها ايه واعملها ازاي وبسرعة. فروحت بقى ايه، عاملة الصينية التحفة دي. جبت كده الفرخة غسلتها كويس، حطيتها كده في الصينية، وهحط عليها بقى ملح وفلفل وكمون. وعندي هنا بصل وثوم وطماطم وفلفل. وهنا هعمل معاها رز بشعرية. حطيت الزيت وحطيت عليه الشعرية، وقطعت هنا البطاطس حلقات كده. وهضرب بقى كل الكلام ده في الخلاط، بصل وثوم وطماطم وفلفل. فص ثوم طبعا ده اساسي بيدي للاكل طعم. هضرب بقى كده في الخلاط وهنزل بقى على الفراخ والبطاطس. حطيت ورق لوري، بص في ثانية جهزت الصينية. وسخنت فرني بقى، وحطيت فيه حتى شلت الشبكة الصاجة من تحت عشان يخلص بسرعة. وهنا طبعا غليت براد مية، وهنا شوحت حمرت الشعرية وغسلت الرز وصفيته وحطيت عليه الملح وحطيت عليه المية بتاعته. بصوا بقى الرز بعد ما استوى مفلفل وجميل. ومعاه بقى صينية البطاطس القمر ديت، ما خدتش وقت ولا مجهود، وطعمها فظيع. البطاطس كانت دايبة مع الفراخ كده وكانت تحفة.